من المفاهيم الجغرافية اللي برضو بتستوقفنا مصطلح أو مفهوم الجغرافيا الإنسانوية. ده غريب شوية، ناس مش بتقبل الصياغة ديت وتقول لك وانت قصدك الجغرافيا الإنسانية أو الجغرافيا البشرية. لا، هو أحيانا بنكون الصياغة بالطريقة دي بنقصد بيها الجغرافيا المعنية بالإنسان، ومن هنا الجغرافيا الإنسانوية، يعني التي تجعل الإنسان هدفها. ايه المقصود بالكلام ده وازاي ظهر المصطلح ده؟ احنا ممكن نعطي تبسيط مختصر لتطور الجغرافيا عبر العصور، وازاي وصلنا النهارده الى الاهتمام بالجغرافيا الانسانويه. طيله الاف السنين الجغرافيا كانت مرتبطه بالاسطوره والعقائد والاديان والافكار الكونيه الكبرى. يعني احنا لو درسنا تاريخ مصر القديمه هنجد الجغرافيا مدسوسه في وسط الاساطير وفي وسط العقائد. لا توجد اسطوره عند قدماء المصريين واسماء الالهه والمعبودات الا ومرتبطه بالجغرافيا، وكذلك فعلت اليونان، وكذلك في حضارات فارس والعراق والصين والهند وغيرها. الجغرافيا مرتبطه بالاساطير والعقائد في مرحله لاحقه، الجغرافيا والاديان، الجغرافيا المقدسه، كل الموضوعات اللي مرتبطه بالبعد الخيالي نشأت ذات صله بالمكان. ده اللي كان فيه حضور قوي جدا للجغرافيا. هذا لا يعني انه الحملات العسكريه اللي قام بيها قدماء المصريين او اليونانيين او غيرهم ما كانتش معتمده على الجغرافيا. بالطبع كانت معتمده على الجغرافيا، لكن كانت معتمده على جغرافيا ميدانيه منقوله من القاده والجنود والمدراء مع بعض تدوين طفيف، دون ان يكون هناك علم مكتوب بمسمى الجغرافيا بالمعنى اللي احنا عرفناه، اللي بدأ يظهر بمضي القرون حتى عبر عن نفسه في العصور الوسطى، وبلغ أوج تعبيره عن نفسه في نهاية القرن ال15 لما بدأت المرحلة اللي بتسمى مرحلة الكشوف الجغرافية. الاستعمار الأوروبي لما بدأ مستفيد من تطور علم الملاحة البحرية وبدأ يدور حول إفريقيا، وبالتالي استكشف عديد من الأقاليم ومن ضمنها العالم الجديد. في تلك المرحلة تحولت الجغرافيا إلى علم استعماري، أو على الأقل بتسمى الجغرافيا خادمة للاستعمار. وبعضهم اختزل العلاقة وقال كل الاستعمار والكشوف الجغرافية والحروب في تلك القرون من ال 14 15 و16 لغاية القرن العشرين، بعض الجغرافيين شبه العلاقة بين الجغرافيا والاستعمار بأنه الجنود والقادة والغزاة كانوا بيمسكوا بالخريطة في يد والسلاح أو البارود في اليد الأخرى. إذن الجغرافيا أصبحت منذ تلك الفترة من القرن الخامس عشر نهايته على الأقل وبداية من القرن الستاشر وثيقة الصلة بالاستعمار والكشوف الجغرافية، زي ما احنا شايفين حتى الاسم الكشوف الجغرافية، اللي هي قلبت أو غيرت خريطة العالم وصنعت ما نحن فيه اليوم من استقطاب وصراع وحروب مبنية على ما ظهر في القرن مطلع القرن الستاشر بالتحديد. ظلت الجغرافيا تقوم بهذا الدور طيلة القرون حتى دخلنا في العلم الحديث، والعلم الحديث عبر عن نفسه في منتصف القرن العشرين وستينيات وسبعينات القرن العشرين حينما ظهر مصطلح اسمه الجغرافيا الكمية. الجغرافيا الكمية أو جغرافيا الإحصاء انه لم يعد مقبولا انه احد الجغرافيين يكتب كلاما وصفيا. الجغرافيا الوصفيه اصبحت مرفوضه مع تطور الاساليب الاحصائيه ودخول الاله ثم دخول الحاسب الالي، فظهر اهتمام كبير جدا بالجغرافيا الكميه او الاحصائيه او الحاسوبيه او المعتمده على الارقام. وظهر اذا كان في العصور السابقه كانوا بيقولوا ما لا يمكن رسمه على خريطه فليس من الجغرافيا في شيء ويجب التخلص منه، ظهر في الستينات والسبعينات مصطلح انه ما لا يمكن تحويله الى معادله احصائيه ورقم احصائي والتعبير عنه كميا ليس من الجغرافيا ويجب التخلص منه. وبالتالي عدد من الجغرافيين يعني تورطوا وانخرطوا في الاساليب الكميه والاحصائيه حتى اصبحت الجغرافيا تخصص جاف، تخصص جامد مليء بالاحصاءات والارقام. وده ادى الى عزوف البشر أو عزوف الجمهور عن هذا التخصص والشعور بالخوف من الجغرافيا لأنها معادلات وإحصاءات وأرقام كبيرة جدا، حتى ظهرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين صحوة جديدة قالت كفى الاهتمام بالكم الإحصائي الذي أفسد العلاقة بين المواطن أو بين الإنسان والجغرافيا، وتعالوا نستعيد العلاقة الإنسانية
العلاقة الإنسانية بمعنى أن الجغرافيا تهتم بالإنسان وتكتب كلاما يفهمه الإنسان، فظهر مصطلح الجغرافيا الإنسانية، وبالتالي دخلت فلسفات عديدة في اهتمام البشر بالجغرافيا. ولما بنتكلم على مثلا مصطلح الحق في المكان، ده واحد من تجليات الجغرافيا الإنسانوية، أنه الجغرافيا معنية بالإنسان، جغرافية العدالة والمساواة، إعادة توزيع الثروة، جغرافية الفقر، جغرافية التنمية. دي كلها موضوعات بتحاول تعيد الجغرافيا إلى الهدف الأساسي وهو الإنسان، لكي تكون مرتبطة به، ولكي تصبح الجغرافيا أو تستعيد مكانتها كعلم له علاقة بالإنسان، علم إنسانوي وليس علما إحصائيا ولا علما استعماريا ولا علم الأساطير والعقائد القديمة. الجغرافيا على الأقل في السنوات التي نعيشها الآن تهتم بأن تكون ذات مذهب إنساني وذات نزعة إنسانوية معنية بأنسنة الجغرافيا إذا جاز التعبير.